أنا ال40 بالنسبه لي عامله زي ما تكوني انت راكبه العربيه مع والدتك وفرملت فجاه وراحت هي موقفاكي كده. عارفه الريفلكس الطبيعي ده اللي هو رد الفعل الطبيعي ان حد يروح زقك لورا عشان ما تطلعيش لقدام تتخبطي. هي ال40 كده بالظبط كانت بالنسبه لي. دخلتها كان في ستوب كده، كان في فرمله، وفرمله جت غير متوقعه، انا مش قصدها خالص. اللي هي استني بس، انت رايحه فين؟ رايحه فين؟ تعالي بس نقف نفكر مع بعض شويه. هي ال40 كانت كده، والمؤشرات كلها كانت بتيجي غصب عنك. يعني لما يتريقوا يقولك ال40 بتخش نظرك بيضعف على طول. ده تاني يوم كده على طول. انا يوم عيد ميلادي يوم عيد ميلادي ال40 لبست نظاره. فهي في حاجات بتوقفك كده وبتيجي من غير ما يحصل لها اي توقعات. تعالي بقى بتخبطك حاجات. يعني بتبتدي تستوعبي الوقت اكتر. ال40 غصب عنك كده بتيجي تقفي كده، ايه ده الوقت. ما انت كنتي ملهيه بقى في الاوقات العمريه اللي قبل كده. ال20 كنتي بتكتشفي نفسك، وال30 بتجري، وال30 بتبني انت بتجري بقى، ايا كانت عيله ولا شغل ولا بتتجوزي ولا بتطلقي ولا بتترقي ولا مش عارفه بتسافري ولا بتروحي ولا بتعملي. دي 30 فما بتحسيش بيها. ال40 فرمله، الحياه وقفت، حصل حياه وقفت كده. سبت الشغل، وقفت مع نفسي كده. مع انك كنت بتحبي شغلك، يعني انت قعدتي 20 سنه مبسوطه وحابه شغلك، كنت فاكره ان انا بحب شغلي. كنت فاكره ان انا بحب شغلي زي ما كنت فاكره ان انا بحب الصبغه كده. يعني هي الاثنين ضغط. انت مطلوب منك ان انت تطلعي بتشتغلي وناجحه وتتجوزي وتخلفي وتعملي، وما يبقاش شعرك ابيض وتبقي بتصبغي مطلوب منك من المجتمع، يعني من المجتمع حاطط كل اللي حواليك، التوقعات. ومطلوب منك حتى بينك وبين نفسك. انت عندك المفاهيم دي جواكي لسه. فال40 لما بتيجي انت بتقفي غصب عنك، الوقت بالزمن شوفي بيقف. انت عايزه ايه بقى. هي بيحصل تغيير غصب عنك، انت مش متقبله التغيير ده. سميتيها صحوه منتصف العمر. هي صحوه منتصف العمر فعلا، لان انت بينزل عليكي صحوه انت مش عارفه. انت بتحسي زي ما كنت بقول قبل كده، انت بيحصل لك وقفه، بتبتدي تدركي الوقت. طب هو الوقت اللي انا قضيته اللي فات ده، هل عملت اللي انا عملت عيله، اشتغلت، اترقيت، نجحت، عملت مش عارفه ايه؟ طب انا فين؟ وانا فين دي هي بتيجي غصب عني. وانا بحب اللي انا بشتغله ده. يعني انا لما جيت خدت قرار ان انا اسيب شغلي، انا كنت فاكره نفسي بحب الشغل، وهو ده اللي انا ما بعرفش اعمل حاجه بقالي 22 سنه ما بعملش حاجه غير ده. فانتي مفهومك عن الحياه ان هو ده نجاحك، في ده كيانك، ده انتي كل ده.